هذا اللي حرق القرآن شو رب العالمين ما شاور بيه. مثل هيك افكار جاي يتداولها البعض وما اخذها حجه انه رب العالمين ما موجود، ولو موجود كان شاور بيه في وقتها. حبيبي رب العالمين ما عنده هذا الاندفاع العاطفي اللي موجود عندنا احنا البشر، لان الله يمهل ولا يهمل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. زين هو اصلا ليش حرق القرآن؟ بعد كل محاولاتهم لنشر الفساد في كل انحاء العالم اللي هو هذا هدفهم الاساسي، وجدوا انه الدستور الوحيد اللي في هذا العالم اللي ممكن واكيد يهدم خططهم هو القرآن الكريم، والوحيد اللي يدعو للعدالة المطلقة بدون اي منافس، وهو الوحيد اللي يحارب الفساد ويدافع عن المظلوم. ولا تعثوا في الارض مفسدين ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. وايات العدل كذلك، ان الله يأمر بالعدل والاحسان ويا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط، وهواي آيات كثيرة تدل على العدل والمساواة ودفع الظلم والفساد. فبهذا فعلهم رادوا يطفون نور الله، لكن انقلبت عليهم وشافوا ردة فعل الإسلام تجاه هذا الفعل، فرجع نور القرآن الكريم أكثر مما كان عليه في السابق. وهواي ناس كانت هاجر القرآن ورجعوا له بسبب هذا الفعل. ومصير هذا اللي حرق القرآن معلوم بالنسبة إلي، مثل اللي حرقوه سابقا. صدق سؤال، تعرفون من أول واحد حرق المصاحف؟ لو ما تتذكرون كتبوا لي بالتعليقات. في أمان الله.